اهلا بيكم، برحب بكل متابعيني في القناة وبرحب بكل متابعيني الجداد. نورتوا مطبخ توتي. وصفة النهاردة اقتصادية جدا جدا، سهلة جدا جدا، والنتيجة مضمونة وحلوة قوي قوي عن تجربتي لما عملت الفيديو ده. هعمل بسكوت من غير زبدة، من غير بيض، من غير سمنة. اقتصادي جدا لكن في نفس الوقت ناجح وطعمه حلو قوي وموفر جدا جدا، ومكوناته موجودة عندك في البيت. هتعمليه بكل سهولة ومش هيكلفك حاجة. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. زوروا قناتي هتلاقوا فيها وصفات كتير سهلة ولذيذة وحلوة، شكلها حلو وطعمها احلى، مكوناتها اقتصادية وبعملها بطريقة سهلة. يلا نبتدي فيديو النهاردة. هبتدي بالبسكوت بالمقادير بتاعته: نص كوباية من السكر. انا استخدمت سكر حبيبات ناعم، ممكن تستخدمي سكر بودر، الموجود عندك استخدميه. نص كوباية من الزيت، ويفضل ان الزيت يكون نوع جيد لان احنا مش هنستخدم زبدة او سمنة، احنا هنعتمد المادة الدهنية في البسكوت ده الزيت وبس. ربع كوباية من المية بدرجة حرارة الغرفة. مقادير سهلة قوي وهتلاقيها متوفرة عندك، والنتيجة جميلة جدا جدا. هضيف بقى رشة من الفانيليا، وهضيف كمان رشة من الملح. صحيح انا ما استخدمتش بيض، لكن الفانيليا هتدي ريحة كويسة للبسكوت. وهبتدي اضيف كمان معلقة صغيرة من التانج، والخطوة دي اختيارية، لو حابة تضيفيها ضيفيها، مش حابة بلاش. بس انا ضفتها عشان ادي لون للعجينة شوية، لان احنا مش مستخدمين بيض، يعني اي عجينة بسكوت فيها بيض بيبقى لونها اصفر شوية، فانا حبيت ادي نفس اللون بمعلقة التانج. هخلط بقى السكر في المية كويس جدا مع الزيت لحد ما حبيبات السكر تدوب تماما. طبعا انا مش هحتاج مضرب سلك، انا مش محتاجة قوام للسوائل اللي انا بضربها، لان مش هيبقى فيه قوام، لان ولا فيه بيض ولا فيه زبدة. بس انا كل اللي محتاجاه ان السكر يدوب تماما عشان ان العجينة بتاعتي تظبط وتبقى كويسة. انتي هتقلبي شوية حوالي 5 دقايق كده، تقليب متواصل لحد ما السكر يدوب، وكده هيبقى تمام قوي. هضيف كمان معلقة كبيرة من النشا، ولو ما عندكيش نشا ضيفي معلقة كبيرة من الكاستر. اي حاجة متوفرة عندك ضيفيها، يا نشا يا كاستر، هما الاتنين هيدوكي نفس النتيجة. النشا هيدينا قرمشة جميلة جدا للبسكوت، وهيدوله يعني طعم كده حلو. هقلب بقى النشا كويس جدا لحد ما اي حبيبات في النشا موجودة تروح في السوائل دي. مش عايزة اي تكتلات، عايزة السوائل دي تبقى ناعمة كده معايا قبل ما اضيف الدقيق. انا هستخدم دقيق متعدد الاستخدامات. ممكن تجيبي دقيق مخصص للبسكوت والحلويات، يعني ايه المتوفر عندك. هبتدي اضيف الدقيق، ودي اول كوباية، ودي الكوباية التانية، وانا مجموعة الكوبايات هستخدم 3 كوبايات، والعجينة هتظبط معايا، مش هتحتاجي اي حاجة تانية. ومعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. هبتدي اخلط الدقيق في السوائل بتاعتي لحد ما تتكون العجينة. هقلب كده وهلم الجناب لحد ما السوائل تتشرب الدقيق. طبعا العجينة هتبقى طرية معايا في الاول، فانا هحتاج الكوباية التالتة الم بيها العجينة. زي ما قلت لكم انا ضفت معلقة التانج عشان ادي لون للعجينة بدل البيض، يعني شايفين العجينة ابتدت يبقى لونها اصفر كأني حاطة بيض فيها. طبعا العجينة هنا سايلة جدا، هبتدي بقى اضيف الكوباية التالتة علشان الم العجينة بتاعتي. مقدار السوائل مناسب جدا لمقدار الدقيق، هتطلع العجينة معاكي مظبوطة جدا جدا. لا هتحتاجي سوائل تانية تطريها، ولا هتحتاجي تضيفي دقيق تنشفي العجينة. انا قلبت بالمعلقة شوية، بعد كده هستخدم ايديا بقى في لم العجينة. زي ما انتم متعودين في اي بسكوت انا بعمله، وبقول لكم دايما البسكوت ما بيتعجنش كتير، هو باطراف الاصابع كده بتفضلي تجمعي في العجينة.
لحد ما السوائل تشرب الدقيق تماما، يبقى انت كده وصلتي للعجن المظبوط. كتر العجن في البسكوت مش احسن حاجة، الافضل ان هو يدوب تلمي العجينة بس. ملاحظين ازاي ان العجينة معايا ناعمة وسلسة، كأني حاطة بيض وكأني حاطة زبدة. العجينة كويسة جدا جدا، وكمان بتديني نتيجة هايلة في البسكوت، بيديني سوبر قرمشة. يعني انتوا لو جربتوه هتحكموا بنفسكم. هريح بقى العجينة 10 دقايق، وبعد كده هبتدي افردها. انا هفردها بسمك نص سنتي، مش اتخن من كده. وبعد كده هبتدي اقطعها بالقطاعة اللي عندي، طبعا باي شكل اقطعيه، فانا فضلت اقطعه بالشكل المربع، وده الشكل الاقرب للبسكوت الجاهز. اضغطي بقى على القطاعة كويس، افصلي وحدات البسكوت عشان لما تخرجيها وترصيها في الصينية بتاعة الخبز تخرج معاكي بسرعة. انا هبتدي اشيل اي زيادات في العجينة، وبعد كده هبتدي اخرمها بعصاية شيش طاووق، ادي شكل البسكوت زي الجاهز بالظبط. لو انتي لسه متابعة الفيديو اعملي لايك للفيديو، ودعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. وانتي بتضغطي بالخلة اضغطي جامد لاخر البسكوتة علشان بعد الخبز الشكل اللي انتي عاملاه يفضل موجود. هو هيدخل الفرن على درجة حرارة 170 لحد ما القاع يستوي، وهشغل الشواية لحد ما ياخد لون. هو المقطع اللي انا برص فيه البسكوت في صينية الخبز ده راح مني، فانا المقطع اللي هيجيلكوا بعد كده على طول هو التسوية. الفرن درجة حرارته 170، درجة حرارة متوسطة، هيقعد حوالي 15 دقيقة. ده كده شكل البسكوت، اخد لون من تحت جميل واخد لون كمان من فوق، بس هو ممكن يكون اغمق سنة معايا كمان. وانا بخبط كده سوبر قرمشة يا جماعة، سوبر قرمشة. هسيبه بقى يبرد تماما، بعد كده هقدمه في طبق التقديم، وهقطع واحدة معاكم عشان تشوفوه. بس للأسف المقطع ما فيهوش صوت عشان تسمعوا صوت القرمشة بتاعت البسكوت، لكنه هش جدا من جوه وطعمه حلو جدا جدا. قدميه بقى في الفطار، قدميه في العشاء، قدميه مع الشاي او مع القهوة، والله حلو جدا جدا واقتصادي جدا. يعني انتي النتيجة هتبهرك زي ما انا انبهرت بيها. حطيه بقى في علبة محكمة الغلق لما يبرد تماما، وحطي كمان في قاع العلبة معلقة كده من الرز عشان تمتص اي رطوبة، عشان يفضل مقرمش معاكي مدة طويلة. نصيحتي ليكي استخدمي دقيق مخصص للبسكوت او متعدد الاستخدامات. ريحي العجينة 5 دقايق قبل الفرد عشان تبقى سهلة في التشكيل. اديله اي شكل انت عايزاه بقى، قطعيه باي قطعة موجودة عندك. جربيه بطريقتي وان شاء الله هيعجبك. لو جربتوه بطريقتي وعجبكم ادعولي دعوة حلوة، واكتبولي في الكومنتات ان الوصفة ظبطت معاكم، وانا متأكدة انها هتظبط معاكم حتى لو بتعملوها لأول مرة. الفيديو خلاص، يا رب يكون عجبكم، يا رب وصفة النهاردة تكون سهلة عليكم في التنفيذ وتجربوها، وهستنى تعليقاتكم لو كنتوا جربتوها. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه، ودعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. الوصفة انا لما عملتها انبهرت بالنتيجة، شكله حلو قوي زي ما انتم شايفين، وطعمه حلو قوي قوي. آه المميز فيه جدا القرمشة، يعني يا جماعة سوبر قرمشة، والله سوبر قرمشة. جربوه بقى واكتبوا لي في التعليقات، واستنى تعليقاتكم، وشيروا الفيديو عشان الفايدة تعم. خلوا صحابكم بقى وقرايبكم وجيرانكم وكل الناس تعمل الوصفة دي، اقتصادية جدا ناجحة جدا. انتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله.